الفيلم ديال اليوم كيبدا مع واحد من اكبر زعيم العصابات في كولومبيا. فين يبان لينا داخل القصر ديالو حيد حوايجو وهبط يعوم في لابيسين، وهو كيعوم تبان ليه واحد الساعه في الارض. هنا يهبط باش ياخذها، ولكن هو هابط هيشدو شي واحد من يدو يبقى يخنق فيه. هنا الزعيم يبدا يقاوم، ولكن الاخر يحكمو يبقى خانقو تيموت، وبدا شادو من تحت وكيحركو باش يبان انه كيعوم، حيت الحراس ديالو كانوا مراقبين من الفوق وما يديو ما يجيبو. وغنشوفو خرج وبدا كيبدل حوايجو حتى جا واحد الخدامه وكان جايبه معاه فوطات، ومين تشوفوها يبان ليها ما كيتحركش وهي تبدا تغوت. يعني الحراس بداو داخلين والدنيا تخلط، والقاتل يبان لنا خارج وضرب حوايج الخدامه، ويبانوا لنا الحراس كيحاولوا ينقذوا الزعيم ويسحب لهم غير غرق. ونشوفوا صاحبنا الصلعوس غادي كيجري في واحد الجيس وينقذ الواد ويكون واحد الباطو ديالو ديجا موجود باش يهرب. موراها نشوفوا صاحبنا الصلا وصل للميريكان ونعرفوا انه قاتل ماجور وكيخدم مع واحد المنظمه سريه، وركب في واحد الباطو ومشى لدارو اللي كانت في بلاصه منعزله. ومن دخل يبان لنا فتح واحد الخزانه اللي كان كيجمع فيها المعلومات كامله على الاداب ديالو وكيرسم فيها الخطه كامله ديال العمليه، وهو يشد كاع داك المعلومات ويحرقهم باش ما يخليه حتى شي دليل عليه. الغد لي صاحبنا الصلاع يخرج من دارو ويقصد واحد المطعم ويشد طابله. هنا يدخل عنده واحد الشيباني سميتو هاري ويكون هو الرئيس ديالو، ويقول لي ما عندي ما نسالك، الخدمه ديالك نقيه، ويعطيه الباي ديالو. داز شي ايام ويبان لنا الصلاع مريح في دارو حتى تجي واحد المهمه جديده، ولكن الهدف يكون هو الرئيس ديالو هاري، ويبان فيه متردد وما عارف ما يدير. والغد ليه يبان لنا كيعيط على الشخص اللي كلفو بالمهمه باش يعرف واش كاين شي خطا، ولكن هيقول لي المعلومات صحيحه والهدف ديالك هو هاري، وهيقول لي بغيت نتلاقى معاك ويعطي البلاصه اللي يتلاقى معاه فيها. ومن يتلاقاو في المطار الصلاع قال ليه ما عرفتش علاش باغي تقتل الشريك ديالك، والرئيس دين هيقول ليه بلي شي ايام ماشي كثيره جاتهم واحد المهمه في جنوب افريقيا وصيفطوا ليه 4 ديال الرجال، ولكن الهدف قدر يفلت وصفاها لهم ب4. ويقول لي هادشي وقع بسبب جاسوس كان بيناتنا وهو اللي فشل المهمه، وهاد المهمه كانوا عارفينها غير جوج، انا وداك الشيباني. وقال ليه ان هاري عنده بزاف ديال المشاكل وغارق في الديون، وراه الكاش ديال الحساب ديالو البنكي واللي كانوا فيه شي فلوس كيجيو ليه من شي واحد مجهول. ولكن الصلاع ما اقتنعش وقال لي خليني نهضر معاه ونحلوها غير بالعقل. هنا دين قال لي هذاك الشخص يموت ولا ما بغيتيش تنفذ المهمه نصيفط ليه وحدين اخرين، وقال لي اختاريتك انت حيت انت هو اقرب واحد ليه وتقدر تقتلو بلا ما يتالم، ويقول لي عندك 140 ساعه ولا نصيفط واحد اخر بلاصتك. هنا خونا الصلاع رجع لدارو وبقى متردد حتى لواحد شويه يبان لنا عيط على الشيباني وقال ليه دين باغي يصفيها لك وراه مصيفط لك الرجال ديالو، ويقول ليه جمع حوايجك بالزربه وقطع الضو باش ما يلقاوكش وتعطلهم وهرب. وبقى كيوريه الطريق فين يهرب توصلوا للكراج، وخونا مع وصلت تبان ليه الطوموبيله ديالو مفتوحه والدجاجه مهرسه. وهنا يخرج ليه الصلعوس من الظلمه. هنا الشيباني يسرم على القالب وعرف خونا دار هادشي كامل باش يصفيها ليه وما يعاقب حتى شي واحد، وباش تبان انها غير عمليه سرقه تسالت بالقتل. وخرج فردي وتيرا في طوموبيلته باش ياكد بلي هذه عمليه سرقه، وموراها عطى فردي الصلاع، ولكن الصلاع تجي غريبه ويقول لي علاش ما تيريتيش فيا. هنا خونا يقول لي واخا نتهنى منك كيصيفطوا لي رجال اخرين وما يزقاو حتى يصفيوها ليا، اللهم تصفيها ليا انت. داكشي اللي كان الصلاع خدم من عنده الفردي وتيرا فيه القلب وسال معاه، وغد لا تكون كنازه ديال الشارف ويكون حاضر لها ولده والصلاع. هنا الصلاع يمشي عند ولده ويبدا يواسي فيه، وموراها يبانوا لينا غاديين بجوج في الطوموبيل، وخونا مشى يوصل ستيف لدار باه، ومن يوصلوا يبدا ستيف كيتحلف على اللي قتل باه وكيقول ليه غنقلب عليه فين ما كان وناخذ انتقام ديالي. والصلاع يبان لينا ما حاملش راسو وكيحس بالذنب وهو يخرج ومشى بحاله. وفي الليل يبان لينا ستيف في الطوموبيله ديالو حتى يجي عنده واحد العزوه وهز ليه السلاح وقال ليه هبط بحالك من الطوموبيله ولا ديالي دابا. هنا ستيف دار راسو كيستسلم وزرب عليه وحيد ليه السلاح وهبط ليه وبقى كيضرب فيه، وموراها السلاح وبغى يصفيها ليه، وهادشي حيت سحاب ليه بلي هو اللي قتل باه، ولكن الصلاع كان مراقبه وجا وحيد ليه السلاح وقال ليه هادشي يجبد لك غير المشاكل. وفي الصباح يبان لينا الصلاع خارج من واحد الحانوت وهاز التقضيه ومع بغا يركب في طوموبيلته جا عنده ستيف ويقول لي انا بغيت نولي بحالك، ولكن الصلعوسه يقول لي انت كيفاش بحالي. هنا ستيف يقول لي الاب ديالي عاود ليا كلشي عليك ولا الخدمه ديالكم. هنا الصلاع قال لي سير بحالك وغير ساعه بخرى. وفي الليل يبان لينا الصلاع شاد التصويره ديال الشارف ونادم على الفعله ديالو، وفي هذه اللحظه يقرر يدرب ستيف وعيط ليه وعطاه واحد البلاصه باش يتلاقى معاه. والغد ليه يبانوا لينا تلاقاو في واحد المحل ديال الكلاب وشرى ليه واحد الكلب. هنا خونا يقول لي واش جبتيني باش تعلمني ولا باش تشري لي كلب، ولكن الصلعوس قال لي راه داكشي اللي كنديرو دابا، وقال لي تهلا في الكلب مزيان وعاملو بحال شي صاحبك، وكل نهار مع 9 دير واحد القهوه وتبقى تماك لمده ساعه، وهاد العمليه تبقى تعاودها لجوج سيمانات. ويبان لينا كيدربوا على التيراج ويكون المستوى ديالو غادي وكيتطور. الغد ليه في الصباح تجي البنكه تحجز ليه على الدار ديالو حيت باه كانوا عنده الديون بزاف وما مخلصهاش. هنا الصلاع يجيبوا عنده لدارو ويسكنوا معاه. من بعد يكون صاحبنا الصلاع كيصيف طوموبيلته ويدخل عنده ستيف، وخونا يقول ليه هاد الطوموبيله عزيزه عليا وهذه عامين وانا كنجمع ليها في البياس ديالها، وموراها يديه معاه ويقصدوا واحد خونا دقوا عليه حل ليهم. خونا شافهم بقى منكري ويقول لي اش بغيتي، قال لي خاصني شي سلعه، وهو يدخلهم وسد الباب. من دخلوا قال لي شحال بغيتي، هو يقول لي الصلاع 3 كيلو ديال البيضه، وخونا يقول لي خلص ورجع لي الغد ليه. هنا الصلاع يخلصوا
وخونا مع دار يحط الفلوس القرع زرب عليه وخنقو بواحد الحبل وقاد البلاصه باش يبان كانه انتحر. وقال لستيف تعلم هذاك المسخوط. وما رجعوا للدار وراه الخزنه اللي كان جامع فيها المعلومات كامله على ذاك الشخص، وقال ليه هذاك راه تاجر اسلحه، وعطاه واحد الجواب قال ليه هذه هي المهمه ديالك الاولى، يلا بين لي وما تحشمنيش. ومن يفتح الجوا يقول لي الهدف ديالك سميتو بورك، وتا هو قاتل محترف وديما كيريح بوحدو وما عنده حتى واحد الا الكلب ديالو اللي كيعتبروا عائلته. هو يقول لي خونا هذا كان كيبان لي في القهوه، وهو يقول لي داكشي علاش خديت لك الكلب وقلت لك بقى تريح في القهوه، وهذه هي نقطه الضعف ديالو ما تقدرش تشدو. ودابا هادشي عنده تحاول تتعرف عليه وعرض عليه شي بار، وهنشوف وسط العوز كيوجد ليه فواحد المخدر اللي يخليه معاه يشرب ويطيح. وداكشي اللي كان خونا وهو مريح معاه في البار، ستيف يخرج المخدر من جيبو باش يبغي يحطو ليه في الكاس، ولكن يسخن عليه راسو ويرجع المخدر لجيبو. وهادشي حيت بغى يعيش الدراما ويقلد الطريقه ديال الصلع. وسير بعدا تتكون عندك داك الصلعه دير بحالو ترى القرع براسو مزعم مع داك الصلعه. المهم داكشي اللي كان ستيف قنعو باش يمشي معاه للدار، وهما في الدار يحاول باش يخانقوا، ولكن خونا صحيح ومقدر ما عاوج دارو لاحو لصقو مع الحيط وشدو وبقى كيخبط فيه. ستيف بان لي واحد طورنوفيس خداه وهو يضربو به، ولكن خونا الجلده ميته احساس بيريمي هزو ولاحو عاوتاني، وهو يشد طورنوفيس ومشى باش يصفيها ليه، ولكن ستيف هز واحد الحديده وعطاه رجل على الرجل وبقى عليه بالحديده الراس تصفاها ليه. وما يرجع بحالو عند القراه يلقاه معصب، وهو يقول له علاش ما طبقتيش الخطه اللي اتفقنا عليها. وفي واحد الصباح صاحبنا القرعه يمشي باش ياخذ الباي ديالو، ومن يفتح الكارطونه لقى فيها الفلوس ديال المهمه ومعها واحد التليفون فيه واحد الرقم، ومن يصون على داك الرقم يجاوبو دين، ويقول لي انا كنت متفق معاك انت تتكلف بالمهمه ماشي ستيفن. هنا قرع يقول لي هادي شي حاجه خاصه بيا والمهم عندك انت هو المهمه تنفذ. وخونا يقول لي عندك واحد المهمه اخرى وهتلقى التفاصيل ديالها في داك الكارطونه. من بعد يبان لينا القرع وستيفن كيخططوا المهمه، والهدف ديالهم هو رئيس واحد الجماعه دينيه وقدر يولي مليونير على ظهر الناس من التبرعات اللي كيجمعوا للكنائس. ويوجدوا ليه واحد الحقنه تا هو باش يصفيوها ليه وتبان متعاديه. ويبانوا لينا مشاو للوطيل وكراو واحد الغرفه تحت الغرفه ديالو، ووجدوا الماتريال ديالهم وخرجوا من الشراجم وتسلقوا طلعوا عنده الغرفه ديالو، وهما يلصقوا واحد الكاميرات وبقاو مراقبينه باش يشوفوا الروتين ديالو ويعرفوا امتى يدخلوا ليه. ومن جمعوا كاع المعلومات اللي يحتاجوها مشاو قصدوا ودخلوا من الفتحات ديال القوادس ديال الماء، ويوصلوا يدخلوا واحد الكاميرا وبقاو مراقبينه. هنا شافوا الدكتور ديالو دخل وعطاه واحد الحقنه، وهنا قرا عيطوا عند صاحبه وقال لي الخطه ستعود تبدلات، وهذا الشيء حيت الحقنه ديالهم اللي تلاقات مع الحقنه ديال الدكتور غيمشي المفعول ديالها. وقال لي الخطه ديال دابا هي اننا نخنقوه. ومع خرج الطبيب خرجوا وقصدوه، القرع زرب عليه قراطه وستيف خشى ليه واحد السيوف فمه وقدروا يصفيوها ليه ورجعوا بحالهم القوادس. هنا يجي الطبيب داخل ويبان لي خونا عاقدهم وهيعيط على الحراس ديالو، ولكن الحراس جاو ما عرفوا ما يديروا حتى لواحد اللحظه واحد المسمار يطيح من البلاصه اللي مخبين فيها خوتنا. وهنا الحارس يشك ومشى باش يشوف اش كاين، ولكن مع وصل يتيري فيه ستيف للراس وهاد الدرو والقرطاس. هنا خوتنا يخرجوا من بلاصتهم وينوضوها معاهم ومشاو طلعوا للسطح وربطوا راسهم حبوله اللي كانوا ديجا موجدينهم وهما ينقزوا. هنا واحد خونا بدا كيتيري عليهم من الفوق والحبوله يوصلوا لحدهم ويقدروا يدخلوا من واحد الشرجم. موراها يبانوا لنا خارجين من اللوطيل ومخبين وسط الناس. هنا قرع يقول لستيفان تفارقوا هنا وكل واحد شي طياره بوحدو ونتلاقاو في الدار، وهو مريح في المطار حتى يبان لي واحد خونا ديجا كيعرفو. وشكون هاد خونا؟ الى عقلت هو داك اللي كان قال ليه ديم مات في المهمه ديال جنوب افريقيا وبسببها قتل صاحبو هاري. هنا خونا تبعو من اللور وقصدو وقال ليه ياك انت متي بداك المهمه. هنا سيباستيان يقول ليه بلي دين هو اللي مورا هاد الشيء وهو اللي قال ليه قتل الفريق كامل ودير راسك انت متي وسير غبر وعيش حياتك، وهاد الشيء كامل باش يلصق التهمه لهاري ويصفيها ليه حيت كانوا تخالفوا على شي امور. هنا تشبك بيناتهم ويشدوا القرع ويلوحوا على الجاجه، ولكن هاد رسمي ويطيح الشانطي وما طاحت تلاقى مع واحد الطوموبيله ودوز فيه. موراها يكون راجع بحالو للدار، ولكن ملي وصل لبلاصه الباطو ديالو ما يلقاش، وحتى الحارس اللي كيكون تما غبر انا عرف بلي شي حاجه ماشي هي هذيك. وفهاد اللحظه يوصلوا رجال ديال الدين باش يصفيوها ليه. من بعد ما عرفوه تلاقى مع سيباستيان، ولكن القرع حتى هو مريقل مع شافهم تخبى لهم في الماء وهما كيقلبوا عليه زرب على واحد منهم بواحد الرمح وصفاها الاخرين بالفردي. ومن يدور يبان ليه الحارس مقتول ومليوح في الماء. مورا خذ واحد منهم تليفون وعيط على دين وقال ليه وجد راسك انا جاي عندك، وطفى عليه وعيط لستيفن. ومن جابوا ستيفن يلمح ليه على العصابه اللي معاه. هنا القرع يقول ليه تلقى واحد الفردي تحت الفوطاي اللي جالس عليه، داكشي اللي دار خونا ما خشى يدو لقى الفردي وهو يجبدو تيلا فيهم كاملين وخلاهم منشورين. هنا القرع يكون وصل عنده ويقول له جمع كاع الماتريال باش تخويو البلاصه وخلاهم مشى كيقلب على المعلومات ديال دين والرجال ديالو. وهنا ستيفن يكون كيجمع في الماتريال حتى يطيح واحد الصندوق وهيتصدم يشوف السلاح ديال باه اللي كان وسطو. هنا يكون القرع وصل كاع المعلومات اللي محتاجهم وهز كارتو وتحركوا بحالهم. وغنشوفوا ستيف اللي يكون باقي مصدوم حيت ما كانش متوقع باللي اقرب واحد لباه هو اللي صفاها ليه، وهو يسولو قال ليه واش عمرك صفيتها لشي واحد كتعرفو؟
هنا القرع قال لي ومنهم عادات. ومن بعد مشاو قصدوا داك الحارس ديال الدين، ومع دخلوا ستيفن سبق ليه خرطاس رجل وسولوه على بلاصه الدين، ولكن ما بغاش يجاوبهم. هنا القرع شد ليه بنته وقال لها نقطع ليها يدها بالطحانه الا ما جاوبتينيش. وكيما كنعرفوا القرع ما معاهش الضحك، خونا ما بغاش يجاوبهم. القرع نيشان شد ليه يدها وخشاها في الطحانه. هنا خونا تخلع هو يقول لهم على بلاصتو، ولكن القرع يجبد ليه يدها وكان غير مقولبو وحاط واحد الطرف ديال اللحم بلاصه يدها. موراها يعيط على دين ويقول لي شحال ربحتي من الموت ديال هاري؟ قال لي 50 مليون، وقال لي نخلي لك 10 منها ديالك ودير بحال ما وقع والو. ولكن القرع يقول لي انا ديجا وصلت عندك، ما عندي فين نرجع. هنا خونا ضرب على التليفون وبات لي المكالمه جايه من شي مكتب حداه، وهو عيط على الحراس ديالو وجمعهم ومشى باش يهرب. ولكن هذه كانت غير الخطه ديال القرع باش يخرجوا من العماره. وبالفعل خونا ركب في طوموبيلته وخرج مكسيري، وهنا تبدا المطارده. خونا هارب والقرع تابعه، وستيف شافر واحد الطوبيس وضارب ليه العرضه. دخلوا في الطوموبيلات ديال الحراس ديالو كاملين وقدروا يقلبوهم. ودين وهو راجع مشاريا هيجي القرع ويدخل فيه بواحد الكاميو وقلبوه هو وطوموبيلته، وهبطوا ليه وخوه فيه الذخيره كامله. موراها هما راجعين بحالهم. ستيف يقول القرع شنو هي المهمه الجايه. هنا خونا قال لي دابا خاصنا نخبروا لواحد المدة على ما تهدى الاوضاع. وستيف يدور باش ياخذ شي حاجه من اللور، والقرع يضرب ليه على الفردي ديال باه اللي كان معاه، وهو يعرف اكتشف الحقيقه ديال القرع اللي قتل ليه باه. موراها يوقفوا في واحد الستاسيون باش يعمروا مازوت. هنا ستيف ينزل باش يعمرو، ولكن خشى النص ديال التيو وخلاه كيسيل، ودار راسو داخل يتقدى شي حاجه من الحانوت اللي تما. وهو يتخزم مورا واحد الحيط وضرب بالفردي ديالو في البلاصه ديال ليسونس، وهي تشعل العافيه وتفرقع الطوموبيله. موراها يمشي لدار القرع وخدم المزيكا وخص الطوموبيله ديالو وديمارا وما كينعفط. وهو غادي حتى تبان ليه واحد الورقه وهزها وبدا كيقرا فيها، ويكون القرع هو اللي كتبها ليه وقال ليه الا قريتي هاد الرساله عرف راسك ودعتي. وبالفعل الطوموبيله تفرقع معها حتى الدار حتى هي. ورجعوا بواحد اللقطه اللور في القرع ينقز من الطوموبيله بشويه قبل ما تفرقع ويقدر يفلت، وركب على طوموبيلته وعفط. وحتى لهنا يكون سالا الفيلم ديالنا. وفي الملخص الجاي نديرو الجزء الثاني ديالو. ما تنساوش تخليو لي الراي ديالكم في التعليقات.